ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ كنت عايزه اتكلم معاكم في موضوع قبل ما انسى بصراحه. آه كنت امبارح منزله ستوري، بقول فيها ان انا مش بعرف اقول لا. تمام. ولو حد عنده نفس المشكله يعني يقول لي ازاي ان هو عالجها يعني. فالمهم ان انا فتحت اليوتيوب طبعا، وقعدت اتفرج على فيديوهات يعني عن الموضوع ده. آه الموضوع طلع مشكله يعني. انا قلت، حتى كنت كاتبه على الواتساب في الستوري، طلعت مش بعرف اقول لا. طلعت مشكله. لما عملت سيرش فعلا يعني لقيت كذا حد بيتكلم على الموضوع ده، منهم طبعا يعني اهم حد اتكلم في الموضوع ده او اتكلم فيه بشكل كبير او بشكل مفسر اكتر، دكتور عبد الرحمن زاكر الهاشمي. اتكلم في الموضوع كتير قوي، وانا دايما كنت يعني بشوف الفيديوهات بتاعته بيتكلم في الاولويه ربنا، نفسي، ثم الاخرين. انا بصراحه ما كنتش بفهم يعني. انا بالنسبه لي الحمد لله ما كانش عندي مشكله اللي هي اول حاجه اولويه ربنا يعني. بصراحه الحمد لله ما كانش عندي مشكله في الحته دي بفضل الله يعني. بس كان عندي المشكله بقى اللي هي ما كنتش بحط نفسي اولويه يعني. كنت بحط الناس يعني ربنا وبعد كده الناس يعني. للاسف ما كنتش بحط نفسي اولويه. معرفش ليه يعني، بجد معرفش ليه. وفعلا الموضوع يعني فعلا الموضوع رخم يعني، بجد رخم قوي. وانا كنت حاسه ان في حاجه غلط، بس معرفش ايه المشكله يعني. انا كنت حاسه ان في حاجه غلط بالذات الفتره الاخيره. عماله اتابع تصرفاتي، لقيت ان في حاجات كتير قوي انا بعملها انا مش عايزه اعملها يعني. بجد في حاجات كتير قوي انا مش عايزه اعملها وببقى متضايقه يعني. الفكره ان انا ببقى متضايقه يعني بعد ما اعمل الحاجه، ببقى متضايقه واقعد الوم نفسي. وبجد يعني الموضوع فعلا بيضايقني جدا. وبصراحه ما كنتش عارفه المشكله فين يعني. انا ما كنتش عارفه المشكله فين، بس كنت حاسه ان في حاجه يعني. كنت حاسه ان في حاجه غلط. آه المهم ان الحمد لله يعني الحمد لله بجد الموضوع نور عندي ان عرفت ايه المشكله يعني. مشكلتي فعلا انا مش بعرف اقول لا. وممكن يكون حد عنده نفس المشكله بس مش عارف يعني مش عارف هي دي ولا لا. ببساطه موضوع أنا مش بعرف اقول لا، ان مثلا يعني هي بشوف يعني بسم الله بشوف يعني ان الشخص اللي قدامي عايز حاجه او كده، فانا يعني بقدمه عني يعني. مثلا حد عايز حاجه وانا عايزه حاجه، فانا ما اعملش الحاجه اللي انا عايزاها. الحاجه اللي انا عايزاها ما اعملهاش، واعمل للشخص التاني اللي هو عايزه، الحاجه اللي هو عايزها يعني. فدي حاجه مش صح يعني. ده حاجه مش صح. المفروض ان انا يعني اختار نفسي اولويه، زي ما انا بعمل الحاجات يعني للناس، لا يعني كمان برضو نفسي في حاجات يعني اهتم بيها ان انا اعملها لنفسي. فبس عايزه اقول ايه تاني. ممكن حد ما يكونش عنده المشكله دي الحمد لله، بس عنده بقى خلل في حته تانية، اللي هو مثلا بيحط بقى نفسه هو اللي اولويه، ومش بيحط ربنا اول اولويه يعني. احنا قلنا الترتيب المفروض الصح ربنا، وبعد كده نفسنا، وبعد كده الناس. ففي حد ممكن يكون عنده بيحط نفسه اولويه، بس مش بيحط ربنا في قائمه الاولويات. فدي برضو مشكله يعني. دي برضو مشكله، اللي هو مثلا واحد عنده سوء خلق مثلا، فاللي هو يقول انا كده. لا، مفيش حاجه اسمها انا كده. ربنا اولويه، فانا هغير السوء خلق ده عشان ربنا. او مثلا مثال تاني، حد مثلا بيحب النوم جدا، فمشكلته مثلا الظهر مثلا بينام ومش بيصحى يصلي الظهر، فبيجمع الظهر مع العصر عشان بيحب ينام. فهو هنا اختار نفسه ومحطش ربنا اولويه، فدي هتعمل له مشكله. فبس ممكن يكون حد عنده المشكله في الاولويات دي. شوف بقى هو فين يعني. ممكن حد يكون عنده بقى الناس هم المشكله، حاطط الناس في اول مكانه يعني. ممكن حد يحط الناس في اول مكانه خالص، اللي هو مثلا ربنا عايز مني حاجه. مثلا انا دلوقتي قاعده قدام ناس، تمام، مع ناس يعني، مش قدام ناس، قاعده مع ناس. فالمهم دلوقتي وقت الصلاه، فانا قاعده مكسوفه ان انا اقوم اصلي عشان انا قاعده مع الناس. فانا دلوقتي اخترت الناس وما اخترتش ربنا. فساعتها برضو هنا غلط. المفروض اول حاجه ربنا،
بعد كده نفسي، بعد كده الاخرين. فممكن حد يكون عنده نفس المشكله دي بس بجوانب اخرى، سواء بقى يعني عايزين نشوف احنا بنحط مين اول حاجه. تمام، فاحنا اول حاجه، لا اول حاجه اساسي ان احنا نحط ربنا، وبعد كده نفسنا، وبعد كده الاخرين. فانتوا ممكن تبقى تتفرجوا يعني على الفيديوهات في الموضوع ده، يعني بنصحكم بجد تتفرجوا، يعني تتفرجوا على دكتور عبد الرحمن زاكر الهاشمي على اليوتيوب. يعني فيديوهاته فعلا حلوه قوي، وهو اتكلم عن الموضوع بالتفصيل، يعني بجد اتكلم عن الموضوع باستفاضه قوي، ان الموضوع فعلا يعني بيأثر، يعني الموضوع فعلا مهم، يعني بجد دي فقه ايه، فقه معاملات وفقه اولويات بجد، ان احنا نكون واعيين بحاجه زي كده. وده هيريحنا، يعني هيريحنا في ان احنا نتعامل مع الناس. يعني مش فكره انانيه، يعني الواحد ممكن ياخدها بمنظور ايه، انا انانيه بقى، انا يعني هعمل حاجه لنفسي والناس وما اعرفش ايه. لا مش انانيه، طالما ايه يعني ربنا ايه لنفسنا علينا حق. فاحنا ايه نشوف احنا فين دلوقتي، يعني نشوف احنا دلوقتي اولوياتنا فين، ونبدا ان احنا ايه نصلح الدنيا. مفيش حاجه اسمها انا كده، او ان انا خلاص مش هتغير، او ان مفيش حد بيتغير، او معرفش ايه. لا مفيش احنا مش ثابتين، يعني احنا سبحان الله احنا متغيرين، مفيش حد ثابت. يعني الثابت ده يعني مش طبيعي، يعني هو الثابت ده هو اللي مش طبيعي بجد. فاحنا الحمد لله احنا بنتعلم، وان احنا ايه يعني ربنا مدينا ايه القدره ان احنا نتغير، والموضوع بيجي بالتدريج. يعني الحمد لله ربنا ايه قال لي ان في مشكله في الحته دي. يعني عايزه اقول لكم برضو الموضوع ايه يعني انا زي ما قلت لكم ما كنتش عارفه ان هي مشكله. يعني انا واحده صاحبتي يعني قالتها لي بطريقه غير مباشره ان هي مشكله عندي، وقالت لي فعلا ان انا ايه يعني لا عندي مشكله في الحته دي. فاللي هو لو حد فعلا عايز يعرف ايه مشكلته، ممكن يروح لحد قريب منه يقول له انا ايه المشكله اللي عندي، يعني انت شايفني عندي المشكله دي ولا لا؟ لان ممكن ما يكونش عندي المشكله دي، يكون عندي مشكله تانية، او ما يكونش عندي مشاكل. بس ايه ربي يعني نروح لحد قريب مننا قوي، نقول له لو احنا عندنا ايه فعلا مشكله، وان احنا نحاول ايه نصلحها. وبس يعني انا حبيت ان انا اشارككم الموضوع. يعني انا بصراحه اول مره اتكلم في فيديو كده، يعني بالنسبه لي بصراحه ان انا اكتب اسهل، بس قلت ان انا احاول ايه اتجرأ شويه واكسر القاعده دي وبس. يعني ان شاء الله يكون فيديو لذيذ يعني. سلام.